هو قدر انه يفوز بافضل مصمم في فيس اوف افريكا، وهيكلمنا اكتر ايه الحاجات اللي الديزاينر بيوريها لنا، وايه الافكار الديزاينر بيوريها لجمهوره من خلال الكولكشنز بتاعته. اهلا بيك يا سوشا. اهلا وسهلا بيكي. في لاين بتتعمل وكلنا وكل ديزاينر بياخدها بطريقته، وعاوزين نفكر الساده المشاهدين انه دلوقتي في اسبوع الموضه الاوت كوتشر في فرنسا، وكمان شويه هيبقى في لندن كمان. يس. وشفنا عروض ازياء مهمه جدا، مش زي الاول كان تلاقي دايما اتجاهك للفاشن في عالمنا العربي قليل جدا، صح. عشان مربوط بحاجات قديمة عندنا، عشان ما كانش الدرس، كانت حاجة بتتوارث من الجد للابن، من الابن الصنايعي، من الصنايعي كده. دلوقتي لا، صح. بقت في دراسة لازم تدرس، لازم تدرس جسم المرأة تتعامل معها ازاي، فلسفة العصر اللي انت عايش فيه، لا حرية المرأة. امم. فابتدى من القفص بتاعت العصفور لغاية ما خلى العصفور ده بيتشكل وبيدي إضافة للست، جمالية أكتر منها حاجة تكون انيمال، يعني خلاها تبان كأنه حاجة موجود بس مش موجود في نفس الوقت. يعني هي ميزه وعيب ان دلوقتي السوشيال ميديا ادت الافيلابيلتي للناس ان هي تقدر تتثقف اكتر عن يس. الموضه. فبالنسبه لاي فاشن ديزاينر تيبس سوشا هتبقى هيلبفل جدا ليك ان انت تاخدها في الحسبان عشان تنقل البراند بتاعتك من اللوكال للعالميه. ونتمنى بالظبط. نشوف كل ستودنتس سوشا انترناشونال في فاشن شوز بيعرضوا بره.